عارف يا عبد الله، اه يا حبيبي. عندنا مثل في الصعيد يقول لك ايه؟ قليل البخت يتعجل في السديري. ايه تعنجل دي؟ يعني الراجل عندنا يبقى لابس جلابيه طويله ما يتكعبلش فيها، يتكعبل في السدير ايوه المصري. هو ده تعنجل ده انا ده والله ده انا. لا انت مختلف تمام الاختلاف. ايه بقى؟ انت طمعت في توكيل النحس اللي في الدنيا كلها وخدته لنفسك. وهي دي حاجه جديده عليك ولا عليا؟ ما انت عارفني من ايام الجامعه، اطلع من نقره اقع في دحضيره وهلم جره هلم جره، والحمد لله على كل حال. خير خير ان شاء الله يا عبد الله. الحمد لله. المفرقه رماني جاي لك النهارده ايوه. وعمال اقول لنفسي والله وزهزهت ونغنغت معاك يا واد الفلاني. لحظة واحدة، لو دي مقدمة انك انت جاي عشان تستلف مني، يبقى للأسف نعمك هينزل على شؤنة رقبة أهله. يا راجل روح، لو عايز فلوس خد انت. انا لسه قابض قسطه. لا يا عم خلي بقى عليا لان خلاص احنا احنا اخوات. ربنا يزيدك من نعيمه يا حبيبي. بس اقول لك على حاجه، حظك برضك حلو. في ايه بقى؟ انا عايز افهم حلو في ايه. الحمد لله على كل حال، انما ايه؟ مش لسه مانعينك في الشغل في الاذاعه؟ هو كده يبقى حلو؟ لا خد عندك بقى، اولا لسه مانعني من الشغل في الاذاعه، ثانيا متحول للنيابه الاداريه، ثالثا مصيري مجهول والحمد لله. انت قلت لي قبل سابق ان الاجواء المحيطه بيك بالشغل بتاعك هناك في استوديو المهندسين دي مش عاجباك. ده مزيد من الحلاوه ان انا متنايل بشتغل في استوديو المهندسين ده وانا مش مبسوط، ومتنايل من رقبتي في عقد معاهم مش عارف مين اللي ممكن يكتتني منه. ايه رايك في الحلاوه دي كلها؟ انا حكتتك بجد؟ والله حكتتك. ازاي؟ وهعوضك بشغلانه قروشاتها حلوه. مش تتريق عليا بقى؟ بتتكلم بجد ولا ايه؟ هتشتغل عندي في المسلسل. اشتغل عندك ايه في المسلسل؟ همثل؟ والله فكره. بس ليه؟ حد قال هتمثل؟ لا ما هو خلي بالك بقى، ما كانت الظروف انا مش هرقص ابدا، لا للرقص ولا للمشاهد يا عم اعمل لك قفله امال، حد قال لك هتمثل ولا هترقص؟ مالك يا عبد الله في ايه؟ بسيب لي احكي لك الحكايه.